عملت اختراع، آيس كريم بالمشمش، وآيس كريم بالعنب، وآيس كريم بالفراولة والتين والخوخ والفانيليا، لأ ده الموضوع كبير أوي. معاكم الشيف أبانوب، والنهارده بقى هنعمل آيس كريم بطريقة سهلة جدًا لكل الناس المبتدئة وبتحب الآيس كريم حاجة كده إيه تحلي في الجو الحر ده. أول حاجة كده جبت عندي زبادي، 6 علب زبادي كان عليهم عرض، قُلت أفوّت العرض، قُلت لأ ما أفوّتوش، جبت ال6 علب زبادي وبدأت أحط كده على كل علبة معلقة كبيرة كده من إيه، من العسل الأبيض. عشان يحلّي شوية الزبادي، مش عاوزينه يحلّي ما تحطّوش. وبعد كده في علبة حطّيت كده كيس من مربى الفراولة وكيس من مربى التين، والعلبتين التانيين كمّلتهم عسل أبيض، تمام. لو مش عاوزين تحطّوا عسل ما تحطّوش براحتكم. بدأت كده بمعلقة صغيرة أقلّب بقى العسل مع الزبادي بتاعنا، لازم يا جماعة يتقلّب كويس أوي علشان العسل يدوب في كل الزبادي. وبدأت بقى أقلّب المربى بتاعة الفراولة ومربى التين فين، في الزبادي. هتقولوا لي فين يا عم الآيس كريم؟ هاقول لكم ده آيس كريم سهل أوي، أوي، أوي. بُصّوا ممكن نسميه الآيس كريم الكدّاب. بُصّوا بقى، بعد ما قلّبت كل الآيس كريم أو كل الزبادي في الفاكهة بتاعتنا، هابدأ بقى أضيف في اللي أنا مش حاطط له مربى قطع من الفاكهة. ده مشمش أنا مقطّعه قطع صغيّرة، بدأت كده أحط له بقى قطع مشمش كده بسيطة وحلوة، وكمان كده حطيت كده كزينة يعني حتت مشمش صغنّنة، وكمان ده عنب كان عندي، بدأت كده أحط العنب على الزبادي، وعملت كده آيس كريم بالزبادي، وكمان شوية الخوخ كده. طبعًا ده خوخ سُكّري وأنا مش باحب الخوخ السُكّري، بس إيه، قُلت يالّا بقى مش مهم. حطّيت بقى باقي الخوخ، شايفين يا جماعة شكله حلو إزاي، وهنا بقى حطّيت إيه، شوية فانيليا كده. وبدأت كده آخُد العصيان بتاعة الآيس كريم، وفي كل كده علبة زي ما أنتم شايفين هابدأ أحُط واحدة وإيه، ويا ريتني منظّمهم شوية. وآخُد بقى كل العلب دي وأحُطّها فين، أحُطّها في التلاجة، بس طبعًا لازم أغطّي العلبة. هابدأ كده آخُد كده الورقة اللي أنا قطّعتها وأعمل لها كده فتحة من النُص، وأبدأ كده أغطّي كل علب الزبادي. آخُدهم بقى على الفريزر، بيقعدوا حوالي إيه، 6 ساعات حلوين أوي. شايفين يا جماعة شكلهم؟ طبعًا أنا سِبتهم شوية حلوين، ما كنتش فاضي بصراحة، بس إيه، بس شِلتهم أهُم. وأبدأ كده إيه، بالمقص بتاعنا، طبعًا المقص يبقى نضيف، أقطّع كده ورقة الزبادي يا باشا. شايفين يا جماعة؟ ما بقاش زبادي بقى آيس كريم. عايزين بقى تسموه آيس كريم حقيقي، آيس كريم كدّاب، اللي أنتم عاوزينه. بس أنا النهارده عملت إيه، الآيس كريم في البيت بطريقة سهلة أوي بقى، ولا كريم شانتيه بقى ولا لبن ولا نقعد مش عارف إيه. لأ هي دي طريقة سهلة أوي، وبصراحة أنا شُفتها على الفيسبوك وعجبتني، قُلت أجرّبها معاكم. يالّا جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم أوي في الحر والجو الصعب ده، علشان ناكل كده شوية آيس كريم بالفواكه اللي إحنا عاوزينها. بُصّوا الحلاوة والجمال. طبعًا لو حد كده شاف الآيس كريم الحلو ده مش هيصدّق إن هو منين، من الزبادي. آيس كريم كدّاب. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا subscribe وكمان like وcomment وكمان share للفيديو. باي باي.